موضوعية المقترح المغربي في حل سياسي متفاوض عليه يتوفر على شروط بناء حكم ذاتي بأقاليمنا الصحراوية كمدخل لإعادة تأسيس المغرب العربي الموحد لمواجهة كل التحديات العالمية، ويوفر التكامل الاقتصادي والاجتماعي والإنساني لشعوب المنطقة المغربية، كما أنها تتابع بقلق كبير الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني الأعزل، تندد بهذه الجرائم الوحشية وتطالب المجتمع الدولي بإنهاء معاناة هذا الشعب المناضل من خلال الإقرار بالدولة الفلسطينية الديمقراطية وعاصمتها القدس الشريف، وتطالب كذلك بإجلاء كل القوات العسكرية الأجنبية من الوطن العربي. تحية للعمال، تحية للطبقة العاملة، تحية للقوات المساعدة المرابطة في الصحراء، المرابطة في الحدود المغربية، تحية لكل رجل أمن يقوم بعمله ويحاول بل يقومون بحماية ممتلكاتنا وأمننا. كل ما نتمناه بمدينة العرائش، الجميع يعرف أن هناك انفلاتا أمنيا خطيرا مرده البطالة، مرده المشاكل التي أصبح تعاني منها ساكنة مدينة العرائش. نطالب ومن هنا بفتح مجال التشغيل للجميع، توفير العنصر البشري لحماية أمننا وممتلكاتنا من كل الهجمات ومن كل ما يمكن أن يعكر صفو حياتنا. شكرا للجميع، وكنتم الإخوان ديال الفرقة باش يتحكونا. أنا مغربي أنا مغربي أنا السلالة والهوية واستحالة نقبل أنا بالإهانة واستحالة نرضى أنا بالإهانة واستحالة نركع أنا للحكومة أنا مغربي أنا السلالة والهوية واستحالة نقبل أنا بالإهانة نركع أنا للحكومة نرضى أنا بالإهانة. حيوا صمود الجماهير، حيوا النضال المستمر، حيوا صمود الإفتاء، حيوا النضال